بإيه بقى كلمتك اللي تقوليها للشهيد محمد جمال؟ عارفه الثوريين البيض اللي هم طهاره صفاء، ما كانش ينتمي لحزب ولا حركه. محمد جمال كان كده، بينتمي لمصر. كنا مسمينه محمد المصري يعني. ايوه. محمد كنت معتبراه اخويا. عايزه اقول لك وانا واقفه بصور، واحد مره خد الكاميرا من ايدي وجري وراه وجابهولي. حد يضايقك يبص يلاقيه بقى واقف باصص لدي ولدي ولدي ولدي، بيحمي كل واحده كانهم اخواته يعني. كان حد نقي جدا جدا. كان ممكن دايما يقف يقول يا جماعه لازم نطلع البلطجيه من الميدان، لازم كذا لازم كذا. الله يرحمه كان حد يعني انا متضايقه من الاعلام اللي مش مصوره ان هو كان بلطجي وان هو كان بيشرب مخدرات ولا ما اعرفش ايه. محمد جمال سبب قتله الرئيسي انه كان ضد البلطجيه اللي عايزين اتوات من هارديز وكنتاكي اللي موجودين داخل. فرصه بقى يعني احنا نعلن هنا من خلال مؤسسه البرهان الاعلاميه القصه الحقيقيه ورا مقتل محمد كمال. كان مقتله لغز كبير، ضربه بآلة حادة عند دار القضاء، منطقة حيوية جدا الساعة 3 الفجر. كعلامة استفهام يعني، مش في ميدان ولا في مظاهرة ولا كده، مفيش شهود، محدش شاف حاجة. فكان لغز كبير. الحمد لله ربنا قدرنا. انا عرفت ان هو عبد المجيد قبل ما يتقبض عليه ب3 4 ايام، يعني احنا كاصدقاء محمد واخواته. عبد المجيد اللي هو القاتل قتل محمد. محمد كان واقف زي اللقمه في الزور للناس اللي زي عبد المجيد، اللي هم عايزين ياخدوا اتوات من المحلات اللي جوه الميدان زي هارديز، وادي النيل، كافي شوبات، هارديز، الكلام ده كله. كانوا عايزين ياخدوا منهم اتاوه او انهم يعني ايه ما ياذوهمش او يسرقوهم. محمد كان واقف للناس دي. وكنتاكي عملت محضر في الاسم ان هم كانوا هيتعرضوا لسطو مسلح، وعملوا اللي زي محمد وقفوا ليه الاعتداء دوت وما تمش سرقه كنتاكي. يعني حبوا يتخلصوا منه علشان يتخلصوا منه، يعني تخليص يعني. محمد قام بكذا حمله داخل الميدان لاخراج البلطجيه والبائعين من الميدان، فكان عليه يعني محطوط تحت السبوت شويه. فالله يرحمه بجد. يعني ان شاء الله باذن الله يوم 1 مارس هيكمل 40 يوم على استشهاده. هنطلع بوقفه احتجاجيه يعني بمسيره من ميدان التحرير لحد مكان استشهاده امام دار القرار. نحتسبه عند الله. نحتسبه ان شاء الله باذن الله. متشكره جدا استاذه فاطمه. متشكره لحضرتك، ونتمنى ان شاء الله مزيد من اللقاءات بامر الله. باذن الله. مع الف سلامه. بالتوفيق.